حكينا عن الوضعية الكلاسيكية، يعني المرأة من تحت والرجال من فوق، ومن ضمن هالطريقة في عنا غير طرق فيها تجربها المرأة كرمال تحس أكثر. فيها تحط إجريها مثلا على كتاف الرجل، وبهالطريقة فيها تطلب منه إنه يداعبها أكثر إذا هي بحاجة لمداعبة، وفيها تظبط الوضعية مع مخدات تحتها، هيك بيصير في زاوية أحسن لإثارة الجدار الأمامي للمهبل. عايدة 35 سنة بتقول أنا بحب نكون ملقحين على جنبنا، ظهري لوجهه وهو غامرني. هالوضعية اسمها وضعية المعلقة الصغيرة، أما بالإنجليزي بنسميها سبونينج. هي وضعية حنان ومحبة، وضعية شوي كسولة إنما لها كثير فوائد. بتسمح بزاوية ملائمة للإثارة المهبلية، وهيدي الوضعية كمان كثير ملائمة للنساء الحوامل، خاصة بالأسابيع الأخيرة من الحمل. رندا 26 سنة بتقلنا أنا كمان بحب نغمر بعضنا بس وجه بوجه، إجرينا متشابكين، وهالوضعية بالإنجليزي اسمها entwined vines أما الدوالي المتعانقة. بتسمح بإثارة ناعمة ومنتظمة. البظر بيكون مثار نتيجة هالاحتكاك بين الجسمين، والتواصل بيكون بصري، والجسدين بيعيشوا حميمية متكاملة. ومنكمل عدد الأجوبة اللي تلقيناها من بعض السيدات. لميا 28 سنة بتقول أنا بفضل أكون من فوق، وهالوضعية اللي اسمها وضعية أندروماك بتزعج بعض الرجال لأنه المرأة بتكون من فوق، فهي بتكون حرة ومسيطرة، رح تكون عم بتسيطر على الزاوية المناسبة لإثارة المهبل والعمق الملائم والسرعة كمان. هلا هالوضعية رح تسمح لها كمان إذا انحنيت شوي لقدام يصير في احتكاك بين الحوض وحوض شريكها. ومش كل النساء مثل بعضهم، المرفوض عن مرة ممكن يكون مرغوب عن مرة تانية. وتأكيدا على حكيك لبيب، عنا غادة 44 سنة بتقول أنا بحب زوجي يكون راكع وراي، وهالوضعية بتحمل كثير محرمات والتخيلات. يعني واحدة من الطرق توصلها للإثارة المرأة أو الرجال هي الإيحاء، فالإيحاء في يكون نيجاتيف يعني سلبي، وفي يكون هالإيحاء إيجابي. بالإضافة لهالشيء النساء بحسوا حالهم محررين من نظرة الآخر، فيهم ياخذوا راحتهم أكثر. وأكيد مع الإيحاء عنا كمان الزاوية اللي رح تكون ملائمة لإثارة المهبل، وكمان في يكون يصير في مداعبة للمرأة من ناحية الرجال. ولتخفيف من وطئة هالإيحاء فيها المرأة تحط تحتها كذا مخدة بتصير على بطنها، بهالطريقة ما بتعود مقرفصة، فبتخفف من التخيلات وبتكون